الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. من خلال هاي الفيديوهات اللي عم بنشرها، الغرض هو يعني إطفاء المزيد من الضوء على قضايا عالقة، قضايا سورية داخلية. لأنه الكثير من السوريين والسوريات مش على بينة واضحة من هذه القضايا، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الموجودة في الأطراف. يعني سوريا الداخل ممثلة بدمشق والمحافظات الداخلية والساحلية، ما عندهم الدراية والإلمام بتفاصيل الأمور. الموضوع كان محصور ضمن المؤسسة الحاكمة، البيئة الحاكمة، المؤسسة الأمنية، وأعني بذلك على زمن النظام البعثي السابق. تراكمات النظام البعثي السابق، تصورات ومفاهيم وتوصيفات وأقوال وتعريفات النظام السوري السابق وأعلامه، تسربت إلى الواقع الحالي في النظام الحالي الحاكم في سوريا. فكثيرا ما أرى يعني من الموالاة، موالاة النظام الحالي، وأعني يعني حكومة أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام، يستخدمون نفس الكليشات النمطية، نفس التوصيفات التي كانت تقال على زمن البعث البائد، الحكم البائد، فيما يتعلق بتقييم واقع الحال في مناطق شرق الفرات، أو مناطق شمال شرقي سوريا، أو ذات الغالبية الكردية، أو المناطق الكردية. المهم بالنسبة لي أن أحاول مناقشة، إعادة النظر في هذه الأمور التي بالتقادم والتكرار أصبحت من المسلمات ومن اليقينيات ومن البديهيات، رغم أنه هي خاطئة وغير صحيحة ومغرضة. يعني خرجت من المطبخ البعثي، المطبخ الأمني، المطبخ العنصري، فيما يتعلق بالواقع التربوي التاريخي السياسي الاقتصادي المتعلق بسوريا ككل. يعني بيطلع لي واحد عمره 20 25 سنة من مواليد 2000، أو من مواليد 90، أو من مواليد 80، بيقول لك انه الاكراد مش مذكورين في مناهج التربيه والتعليم او في المراجع التاريخيه التي تدرس في الجامعات السوريه. وهو يعني بكل ذكائه وعبقريته ما بيعرف انه هذه المناهج وهذه المراجع وهذه الكتب والاعلام وكل ال العمليه هي كلها كانت تدار ومسيسه من قبل عقل أمني، نظام أمني، نظام فاشي، نظام عنصري فيما يتعلق بالواقع الكردي. طبعا أنا لا ألوم هؤلاء، لكن بإمكاني أن ألوم عناد وإصرار في التناحى يعني في الموضوع، أنه ينظرون صحيح النظام البعثي راح، لكن المنظور البعثي قائم وموجود وفاعل، ويعبر عن نفسه في سياقات أخرى، بتعبيرات أخرى، في هيئات أخرى. يؤسفني وأنا ابن منطقة يعني متعددة القوميات، منطقة شمال شرق سوريا، أنه عندما يصار النظر إلى واقع هذه المنطقة، الغالب العام من الكلام المتداول على ألسنة أهل الداخل حيال هذه المنطقة، أنه ينظرون إلى المنطقة الشرقية، يعني السلة الغذائية لسوريا والبئر، والحفاظ على السلة الغذائية ينبغي
استرداد هذه المنطقة من تحت سلطة قسد، على أنه الآن وعلى مدى يعني من 2011 وحتى الآن، وكأنه المجاعة التي تضرب في دمشق أو في الساحل السوري سببها أنه سلطة قسد على السلة الغذائية، وما بتخلي الأكل والقمح والخبز يمرق لهنيك يعني. وكأنه في حصار، في مقاطعة في هذا فاللي بيتذكروه من هاي المنطقة هو الأكل، السلة الغذائية والبترول والتدفئة والمسار. هذا يعني طبعا كيف انغرس هالمفهوم، النظر انه فقط هاي المنطقة الشرقية هي البقرة الحلوب التي تدر على السوريين، كل المحافظات السورية، القمح والقطن والبترول والقصص يعني. فهذا المفهوم غرسه النظام البعثي ومتداول، والبعض من أبناء المنطقة أيضا متورطين يعني. وأنا أقصد بذلك يعني تحديدا كارهي قسد، إنه هاي السلة الغذائية وهاي البترول لكل السوريين، وما بيصير تنفرد بها قسد. طبعا هذا كلام حق لكن يراد به باطل. هذا ليس كلامي يعني ليس مقصدي أو ليس موضوع هذا الفيديو بالذات. الموضوع أنه طيب لماذا خلال 100 سنة، 100 عام، أو لنقول خلال يعني من الاستقلال، من ال46 وحتى الآن وحتى قبل، يعني هاي السلة الغذائية تطعم سوريا وتكسيها، ويعني خبز المنطقة بيطلع من هاي الخبز سوريا بيجي من هاي المنطقة، البترول الذي ينير ويدير المحركات والمعامل في هذه المنطقة، القطن الذي يكسي أبناء البلد السوريين والسوريات من هذه المنطقة. طيب لماذا هذه المنطقة اللي هي السلة الغذائية لسوريا وبترول سوريا هي من أفقر المناطق في سوريا؟ لماذا هنالك يعني آبار البترول في هذه المنطقة، في منطقة الحسكة في دير الزور والمصفات في حمص؟ يعني قد يقول قائل أنه مشان التصدير والقصص هي كلياتها، يعني ما كان في أصلا البترول، يعني مش معروف نسبة أو كميات البترول المصدر يعني على زمن النظام السوري السابق. نفس القصة أنه القطن موجود في هذه لكن في المناطق الشرقية، والمعامل والمحالج كلها المتعلقة بهذه المادة مش موجودة. يعني الصناعة مغيبة في هذه المنطقة الشرقية. لماذا يعني؟ بس انه هذه المنطقة تؤمن لكم الخبز وتؤمن لكم القطن وتؤمن لكم البترول، بس يعني هذه المنطقة فيها اشياء اهم، اغلى واثمن من كل هذه التفاصيل، وهي الانسان. الانسان ابن الجزيرة، منطقة الجزيرة، هذا الثراء الحضاري، هذا الغنى الحضاري الموجود في هذه المنطقة مغيب، كان مغيبا وما زال مغيبا في الوعي السياسي، في الوعي الثقافي، في الوعي الفني، كل القصص. لا أحد يسأل لماذا الدراما السورية كانت يعني الكردي فيها وكأنه مش موجود. بيرجعوا ل 200 سنة ل 300 سنة كنا بنتفرج على مرايا ونشوف الممثل الكبير ياسر العظمة يذكر كلمة النوروز في المرايا، نفرح كتير ونقول انه كلمة النوروز والله ذكرها ياسر العظمي في المرايا. مثلا السينما السورية غيبت يعني الكردي بشكل لا يطاق. حتى الروائيين من قامة حنا مينا والروائيين، يعني في الروايات التي كانت تصدر في الخمسينات أو في الستينات أو حتى يعني مطلع السبعينات، ما في شيء يعني يعتد به
يشير إلى وجود الكرد على هذه الأرض. قد يقول قائل أنه يعني والسرياني كمان، لكن ليس بالمستوى التهميش والتغييب الذي مورس على الكردي. طبعا هذا كله مش اعتباط، هذا بفعل فاعل. هو النظام القومي العنصري الفاشي البعثي الذي انقلع ورحل وغير مأسوف عليه، لكن للأسف ترك لنا إرثا بغيضا في الوعي العربي السوري، يعني في قنوات إسلامية، في قنوات علمانية، في قنوات ليبرالية، في قنوات، ما زال هذا الموروث البعثي موجود طالما هاي التقييمات المغلوطة موجودة. طبعا السلة الغذائية اللي عم يحكوا عنها، يعني آه الإخوة النشطاء السوريين في الأعم، أنه ينبغي أن نسترد لأنه فيه هنيك بترول، ينبغي أن تسترد لأنه فيه هنيك قمح وقطن وما بعرف شو القصص هي كلياتها. إذا كانت إذا أنت كنت وطني عن حق وحقيقة، ما تفكر ببطنك وبلبسك وبالبترول اللي يدير لك سيارتك. لا، هذه الأرض قطعة من سوريا، إذا بدك تستردها لأنه قطعة من سوريا، بصرف النظر عن ما هو موجود تحتها، تحت الأرض أقصد يعني، وما هو موجود فوقها، ثروات باطنية وثروات موجودة. الثروة الحقيقية والحضارية والأبدية، يعني البترول ممكن أن ينتهي، الثروة الحقيقية هو الإنسان، إنسان هذه المنطقة، الكردي والعربي والسرياني والأرمني. هذا الإنسان ينبغي أن تقنعه وأن تعتذر له، لأنك طيلة قرن مدين لهذه المنطقة، طيلة قرن مدين لهذا الإنسان اللي كان بيزرع لك قمح وانت مش سألان عنه، يزرع القمح ويدعو ويسهر والأمطار تجي وتنبت السنابل وبيصير قمح ويحصد ويبعث لك القمح مطحونا جاهزا لكي تأخذه أنت من المخابز ومن المحلات الحلويات، يعني خبزا ومخبوزات وحلويات وكل هالقصص. هذا الإنسان الذي كان يزرع القطن ويسهر ويسقي ويقطف ويحمل، هذا الإنسان البسيط الكردي والعربي والسرياني، هذا أنت ما كنت سألان عنه أبدا أبدا، حتى على مستوى النخب الثقافية والإبداعية وكذا، ما في يعني أنا مشتهي مثلا في الأعمال التشكيلية مثلا، مين بتكون نذير نبعة، مين من الفنانين التشكيليين اللي من أبناء الداخل أو من أبناء الساحل، شو كان اسمه، من بيت معلى، فنانين تشكيليين يعني، متى أنجزوا لوحات تحاكي البيئة في شرق الفرات؟ ما في. أنا إن كنت مخطئا أتمنى من النقاد السوريين المعنيين بالنقد التشكيلي، بالنقد الروائي، بالنقد السينمائي، بالنقد الدرامي، يدلوني على أعمال فنية وإبداعية حاكت واقع هذه المنطقة. ما تحكوا عن الكردي، احكوا عن العربي، ما تحكوا عن العربي احكوا عن السرياني، بس ما تبقى هذه المنطقة مغيبة هكذا في الأعمال الإبداعية. الموضوع كان بفعل فاعل والتورط كان جميع، والحالة تقتضي الآن الاعتذار. وليس عيبا أن تعتذر دمشق من الحسكة، ليس عيبا أن تعتذر دمشق من الرقة، ليس عيبا أن تعتذر دمشق من دير الزور، لأنه طيلة قرن هذا البلد كان على كاهل هذه المحافظات الثلاثة، والآن لا يتذكرون أنه والله بترولنا وقمحنا وين بده يروح يعني. هكذا
تناول وهكذا توصيف أقل ما يقال فيه بأنه أناني وغير وطني، وبحاجة إلى تحليل نفسي، تحليل اجتماعي، وتحليل سياسي. لماذا؟ لماذا يرون في هذه المنطقة فقط الثروات؟ يعني مش غناء، يعني هذه المنطقة مش غنائم، مش أرض غنيمة، في بشر عليها، احترموا هالبشر الموجودين هون. كلا ولن نتخلى عن الجزيرة، وأنتم تخليتم عن الجزيرة طيلة. صحيح النظام يتحمل جزء من المسؤولية وجزء أساسي واستراتيجي، لكن ال 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 البيئات التي كانت تدعم النظام أيضا تتحمل هذه المسؤولية. البيئة الدمشقية، البيئة الحلبية، البيئة كل هذه المنطقة. يعني أنا أتحدث عن لأن أنا شفت بعيني، ما حدا قال لي. يعني أغلب المدرسين ما كان فيه، يعني يرسلون لنا مدرسين بعثيين مدججين بالعقيدة البعثية مشان يعربونا، يحولوا أبناء وأطفال هذه المنطقة المساكين اللي ما بيفهموا شيء يحولوهم إلى عرب. أنا يعني ضربت على إيدي في سن الطفولة، في عمر ال6 7 سنوات، لأنه يعني شردت ونسيت. ظننت انه انا في بيتي واخي قاعد جنبي وحكيت معه بالكردي. اتت المعلمه وكانت من الساحل وضربتني واهانتني وجعلتني ابكي. في تلك السنين المبكره حاولوا صهرنا وتعريبنا، لكن لم ننصهر يعني، ولم نتعرب. نحب العرب، نحب اللغه العربيه، نكتب باللغه العربيه، نبدع باللغه العربيه، لكننا لم ننصهر. اللغة العربية والثقافة العربية بالنسبة لي مفخرة، وهذا كان نتيجة اجتهاد مني وليس ترهيبا من المدرسة البعثية التي أوفدتها، يعني أو أوفدها نظام البعث لكي تخلق يعني تقلب أطفال الكرد وتحولهم إلى كارهين للغتهم الأم وعشاق اللغة العربية، ينصهروا ويندمجوا. وبعدين بيجي واحد بيقول انه كنتم مندمجين مثل دمشق ومن هالقصص هي. ما عندنا مشكلة كردية وفي أكراد، بس هؤلاء مندمجين في المجتمع، المندمجين قسرا. بدكم حسكة، رقة، دير، شرق الفرات كجزء أصيل من سوريا، احترموا هذه المنطقة، لا تنظروا إليها على أنها سلة غذائية بدنا نرجعها. يعني توصيف كتير وقح، حقيقي بس وقح. بدك ترجع المنطقة لأنه بتطعميك، بدك ترجع المنطقة لأنه بتكسيك، بدك ترجع المنطقة لأنه تدير لك سيارتك بالبترول. ما بتسأل حالك الموظف أو العمال اللي بيشتغلوا لحتى يستخرجوا البترول ويصل إليك وإلى سيارتك. قديش معاناة هؤلاء البشر شو هي، مشاكل هؤلاء البشر شو هي، شو بدهم، شو رغباتهم، شو تطلعاتهم، كيف بيطلعوا للمناطق الأخرى. دائما كانت هنالك نظرة دونية لهذه المناطق، نظرة دونية يعني لأهل الرقة، لأهل الدير، لأهل الحسكة. أنت من الحسكة، يعني أنه مناطق نائية، مناطق متخلفة. ليش مناطق متخلفة وهذا الغنى الحضاري الموجود؟ كل قرية بمنطقة الجزيرة، بمنطقة شرق الفرات، جنب القرية تل، والتل يعني غالبا في الغالب الأعم يعني أماكن أثرية. ما في تل بنحفره مترين ثلاثة ما بيطلع لقى أثرية بهاي المنطقة. الأكراد غيبوا، هاي يفهموها. الآثار التي كانت تتحدث عنهم في الحضارة الميتية، في الحضارة الميتانية، في الحضارة الهورية،
كل لقى أثرية تتعلق بهذه الحضارات كان يصار إلى تغييبها وإخفائها وعدم ذكرها، لأنه الأكراد ما لهم شيء بهذه المنطقة. من هالكلام، من هالتعبئة، من هالتحريض، على كل المستويات، في الإعلام، في التربية والتعليم، في الدراسات، في الفنون، في الآداب، كان في إبادة رهيبة، إبادة ثقافية، إبادة سياسية، وكان في تجهيل وتضليل للمجتمعات والبيئات العربية فيما يتعلق بالواقع الكردي. لقد مارس النظام البعث ما مارسه العثمانيون. العثمانيون أبادوا العلويين وشيطنوهم في تلك الحقبة، يعني دخلوا في صراعات مع الدروز أيضا، وأبادوا يعني في نهاية الحقبة العثمانية أبادوا الأرمن والسريان وكذا، وفعلوا وقد هم الأساتذة الحقيقيين العثمانيين على زمن الاتحاد والترقي، والنازيين في هم الأساتذة الحقيقيين لحزب البعث، للفكر القومي الفاشي العروبي في نسختي الصدامية والأسدية. أبناء يعني السوريين لما بيقولوا كلنا انظلمنا، انظلمنا حبيبي، أنت انظلمت بمستوى معين، لكن حجم الظلم كان مضاعف أضعاف أضعاف ما أنت انظلمت. فالسوريين بيقولوا مثلا هاي المنطقة بدنا نرجعها للنسلة غذائية. حبيبي، لو هاي المنطقة لنفترض جدلا، لنفترض أنه تركيا، افتراض المحال ليس من المحال، تركيا أتت وضمت هذه المنطقة مثل ما ضمت اسكندرون، السلة الغذائية تبعك أنت. يعني ليش أنا ما بفهم في المناطق الأخرى لا يسار إلى استصلاح الأراضي؟ في محافظة حمص مثلا، يعني صحيح يعني أغلب مناطقها صحراوية، لكن يمكن استصلاح هذه المساحات الشاسعة من الأراضي وزرعها بالحمضيات، بالأشجار، بالتمور، بأي شيء تتناسب مع بيئة المنطقة. نفس القصة في مناطق حوران، نفس القصة في مناطق السويدة والمناطق الساحل السوري، في ساحل الغاب. أكيد هنالك أماكن تصلح للقمح، للقطن، لكل هذه التفاصيل، لكي لا يبقى الموضوع مقتصرا على السلة الغذائية. هنيك إذا راحت السلة الغذائية بتموت من الجوع. يعني ينبغي للسوريين يعني في الداخل أن يأخذوا هذا الكلام على محمل الجد. الحكومة الجديدة يعني يصار إلى استصلاح مناطق شاسعة ومهملة من الأراضي السورية للزراعة، لكي لا يبقى الموضوع مقتصرا على شيء آخر. لما تكون السلة الغذائية موجودة وهنالك شيء من الاكتفاء الذاتي في المناطق الجنوب، رح يشوفوا أنه لا والله مناطق الجزيرة فيها بشر كمان، ما يشوفوا فيها بس بترول وأكل وقطن وقمح. وما يكون الشعار كلمات البرنامج تبع تلفزيون البعث عن مناطق الجزيرة. يعني كل اللي كان حصة هذه المحافظة من الإعلام السوري كان برنامج في رحاب الجزيرة، أرض الخضرة والمي، فيك القطن، الحنطة والقطن والآبار النفطية، أنت الأمل والمونة للسورية الأبية. حافظين الكلام هذا من لما كنا أطفال. حصة هذه الثلاث مناطق اللي هي اللي كانت بتدفي وبتكسي وبتغذي سوريا كان هالبرنامج في رحاب الجزيرة. فمشان ما يكون الموضوع مقتصر على منطقة الجزيرة، ما في أماكن أخرى كمان يصار إلى استصلاحها، إلى زراعتها، إلى تعتمد على نفسها، وبالتالي إعادة تعريف جديدة لمنطقة الجزيرة، إنه هن مش بس بترول وقمح وقطن، هن بشر، هن ثقافات، هن منطقة
عيشوك وأكلوك وشبعوك وأكسوك ودفوك طيلة قرن من الزمن. ومع ذلك يعني كان في إهمال شديد. يعني الآبار اللي موجودة في محافظة الحسكة أغلب 60 إلى 70% من الموظفين كانوا من مناطق الداخل. حتى أبناء المنطقة ما كانوا بيستفيدوا يعني من الشغل في هاي الآبار. مناطق رميلان معروفة. المناطق الأمن، عناصر الأمن كلهم كانوا من الساحل أو من المناطق الداخلية، بيجوا بيغتنوا وكأنه رايحين على منطقة الخليج، بيرجعوا على مناطقهم وبيجي دفعة ثانية وهكذا. وأبناء المنطقة بيضلوا فقراء، بيهاجروا. هلا بيقولون وأبناء الداخل الأكراد بويجية. لك يا تافه يا السرسري، الكردي بويجي لأنه نظامك الفاشي منع الكردي من الثروات الموجودة بمحافظته، منعه من أنه يشتغل، فكان مضطر مكره أنه يروح يشتغل نادل في المقاهي أو بويجي وكذا، وهو أشرف منك وأكثر منك سورية وهو بويجي. فهالتعامل العنصري والتعامل الفاشي وهالشحنة الموجودة في السوشيال ميديا حيال موضوع الأقليات، حيال ملف الأقليات يعني، وقضايا الأقليات، وهي قضايا حقيقية وقضايا مصيرية ووجودية ووطنية وقضايا ديمقراطية محك. قضايا الأقليات هي محك لكل واحد يزعم أنه ديمقراطي. قضايا الأقليات محك لكل واحد يزعم أنه وطني وليبرالي. قضايا الأقليات محك لكل واحد يزعم أنه علماني، ومحك لكل واحد يزعم أنه مسلم. ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. إذا بالتقى ومحبة الله وتجنب الشر وفعل الخير، بيطلع أبناء الأقليات أضعاف، والله أعلم يعني في هذا الخصوص. فبكل شيء يعني أبناء الأقليات فيما يتعلق في السعي الوطني، في الوعي الوطني، في الحراك الوطني، هم أكثريات، بتطلع أنت أقلية. فيما يتعلق بالسلوك والوعي الوطني تطلع أقلية. يعني الكل من يزعم يعني ويزايد على هذه المناطق، ويزايد على مثلا الآن المطالب يعني التي تصدر في 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 السويدة مثلا. هذا حق يفكروا، حقهم يقرروا مصير داخل سوريا الشكل اللي بيريدوه داخل سوريا. هذا حق طبيعي. انت ليش بتصادر هذا الحق؟ ولا بدهم ينقسموا؟ طيب هذول عندهم راح، اذا شرق الفرات انقسم اخذ لك السله الغذائيه، ما راحوا. طيب السويدة شو راح يحرموك اذا صار عندهم مثلا اداره خاصه بهم، حكم ذاتي او اقليم فيدرالي؟ راح يقطعوا عليك المتي يعني. شو انت ليش هيك يعني تحاول مصادرة حق تقرير هؤلاء البشر هذه المكونات، انه ان ترى يعني ترتئي لنفسها شكل معين داخل سوريا؟ ما قالوا نروح نلتحق بدروز اسرائيل او بدروز لبنان. عيب يعني، هذا سلوك غير وطني. مصادرة حق الناس في التفكير. خلي الناس تفكر، خلي الناس تحكي، خلي الناس تقرر، تشوف انه هاي التجربة اذا نجحت يستمروا فيها، فشلت بيرجعوا يعني. والنخب السويدة يعني مع احترامي الشديد لهم، يعني في منهم صاير يعني وكأنه بيخافوا، بيشوفوا انه مسألة وكأنه سبة او عيب او انتقاص من الوطنية اذا شافوا انه لا، هاي المنطقة بحق يعني لها خصوصية معينة، لها خصوصية معينة، من حقها ان تدير شؤونها بنفسها. وصلى الله وبارك. نفس القصة يعني هذا مش نزوع انفصالي، هذا اقرار. سوريا وقعت على ميثاق الامم المتحدة
والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وكل المواثيق الدولية التي تمنح الأقليات القومية والدينية حق تقرير المصير وفق ما تراه وتشتهيه. أكيد من الصعوبة بمكان أن يكون هنالك دولة في السويد. أكيد من الصعوبة بمكان أن يكون هنالك دولة في شرق الفرات، لأنه هي منطقة مغلقة، يا بدها تلحق بالعراق يا تلحق بكردستان، وكردستان جزء من العراق مش مستقلة لحتى نلحق. يعني شرق الفرات إذا يلحق بكردستان أولا ينبغي لكردستان العراق أن تكون دولة مستقلة أو تلحق بتركيا، وهذا كمان يعني صعب. فإذا يعني شكل الإدارة المعقولة، الإدارة المحلية المعقولة، يعني إقليم، حكم ذاتي، أي طريقة يرتؤوها مناسب لإلهم، ما تشيطنوا النظام اللامركزي، ما تشيطنوا النظام الفيدرالي، وما تشيطنوا قضايا الأقليات ومظلوميات ومشاكل وملفات الأقليات. يعني ما تشكلوا، ما يكون في هنالك مزايدة في هذا الخصوص. يعني لن نقبل أنه والله يمكن حمص بدها إدارة ذاتية، بدها وننحرم من الحلاوة الحمصية والحلاوة بالجبنة مثلا. يعني كل هذا التفكير انه بمنطقة يعني تقييم البشر والمناطق على انه شو بيجي من هاي المنطقة، شو بيجي لهؤلاء المواطنين، بماذا تشتهر منطقة حماة أو حمص أو كذا، وما مردود هذا المنتج على السوريين. فسنحافظ على بقاء هذه ولاء هذه المنطقة للمركز في دولة مركزية استبدادية. أكيد سيكون يعني بدنا 100 سنة لحتى نتجاوز الحكم البعث، لأنه البعثيين حكمونا من 63 وحتى الآن. فيعني بيطلعوا على المناطق وفق منتجات هذه المناطق، مش البشر اللي بينتجوا. ما بيطلعوا شو عندهم قضايا، لا. يعني الجزراوي أحسن واحد جزراوي إنه يضله فلاح ويزرع قطن ويزرع قمح ويطالع بترول ومواطن مواطن ووطني وما بشي. عيب، عيب هكذا تناول. هذا مش تناول إنساني ولا أخلاقي ولا سياسي. وأقول وأكرر، يعني مناطق دير الزور والرقة والحسكة يعني تستحق الاعتذار. مناطق شرق الفرات، الرقة ودير الزور والحسكة تستحق الاعتذار، يعني أن يوجه لها اعتذار من العاصمة دمشق ومن مدن الداخل. هذه المناطق ببشرها بثرواتها كانت غذاء وكساء ووقودا لكل السوريين. الآن هذه المناطق يعني يم لهم خصوصية. هذه المنطقة لها خصوصية، لها خصوصية، افهموها. هذا مش نزوع انفصالي، هذا مش نزوع يعني المثقفين الإعلاميين النخب السياسية. ينبغي أن تعي هذه الحقيقة وتتعامل بجدية وبموضوعية وأخلاقية ووطنية مع السلة الغذائية. يعني السلة الغذائية الحضارية الموجودة في منطقة الجزيرة أكثر غنى وديمومة وثراء وفائدة لسوريا المستقبل، أكثر من البترول، أكثر من القمح، أكثر من القطن. يفترض بسوريا الجديدة أن تعيد الاعتبار لهذه المناطق، أن تعيد حركة التنمية لهذه المناطق، ما تكون مهمشة اقتصاديا بس ناخذ منها الموارد نعصرها وننشفها ونخلي المشاكل الموجودة فيها لا عكراد لا عرب لا سريان لا كذا وخلص. أي واحد بيحكي عن قضية هذه المنطقة
ومشاكل هذه المنطقة وشبه انفصالي. أنت مناطقي، حسكاوي، جزراوي. ومن هالتعامل الأمني السابق البعثي العفن، هذا صار من الماضي. النظام البعثي صار من الماضي، لكن أحد عراقيل الواقع السوري وما تركه النظام البعثي في وعي السوريين، مع الأسف الشديد يعني. فأتمنى أنه ما يصار إلى تناول قضية الساحل وأهل الساحل. أهل الساحل يفكروا شو بدهم، يعني كانوا مجبرين، مكرهين، مقهورين في ظل النظام البعثي الأسدي السابق. الآن صار عندهم متنفس يشوفوا يعني، وأكيد سيكونون ضمن سوريا لكن بخصوصية معينة. مش معقول يعني اللي بجبلة أو بطرطوس بيجي واحد يحكمهم مثل ما كان مثلا واحد بين قوسين يعني واحد علوي يجي مثلا يحكم دير الزور. ما بتزبط. محافظ من الجبلة نجيب له واحد من أهل السنة والجماعة ودقنه هالقد ويطالب بدولة الخلافة وعلى منهاج النبوة وما بعرف يعني من القصص اللي بتعرفوها، ويجي يحكم الجبلة. ما بتزبط. لهم الحق. ما نتطلع عليهم انه ها هدول انفصالية، بدكن تنفصلوا. نحن بحاجة للبحر، هذا المنفذ تبعنا. بيشوفوا من بدكم تاخذوا معكم الحمضيات والعنبات والبرتقانات والليمونات والبحر بنخليكم. ما بيصير هذا الكلام. هل طريقة انه استهداف الاماكن وتقييم واقع ومستقبل الاماكن بما تحمله من اكل وحمضيات وفواكه وبترول وغاز والقصصي، هذا يعني سخيف وتافه. واي واحد من الان فصاعدا على الاعلام اذا بيقول لك مثلا المنفذ البحري والسله الغذائيه بالشرق الفرات، سكتوه. سكتوه، قولوا له روح اتعلم يعني يكون كلام، كيف تقول كلاما وطنيا وتتناول حيوات البشر الموجودة في تلك المناطق وقضايا هؤلاء البشر، مش تتناول المنتجات اللي يبعثوا لك إياها على محافظتك وعلى أسواقك وعلى الكازيات والبترول اللي بتاخذ منهم البترول لسيارتك. أعتقد أنه في هذا الخصوص وموضوع السلة الغذائية والتقييمات المشوهة والبشعة والمغلوطة التي نسمعها على السوشيال ميديا أو على شاشات التلفزيون، للأسف الشديد أنه هؤلاء، هذه الطينة من المحللين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء هم الذين يتصدرون المشهد، وهم الذين يصدرون ويستمرون في تصدير هذه الصورة المشوهة عن المناطق السورية، وفي مقدمتها منطقة شرق الفرات أو منطقة الجزيرة أو المناطق ذات الغالبية الكردية. أكتفي